لو معاك من 10 ل 15000 جنيه وداخل تشتري موبايل اليومين دول، فانت حرفيا قدام اكتر فئه سعريه عليها نوش في السوق. فالنهارده هقول لك تشتري ايه في فئه ال 200 ل 300 دولار ومن اغلب الشركات اللي في السوق حرفيا، علشان ما تقولش ان حرمك من حاجه. وفي اخر الفيديو هلخص لك كل ده في كلمتين وهقول لك ايه الموبايل المناسب ليك. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا على طول. اول شركه معانا وهي هتكون شركه اوبو، وشركه اوبو ما عندناش فيها غير موبايل واحد وهو الاوبو A6 برو 5G. الفتره اللي فاتت الموبايل ده كان بسعر 17000 او 17500 جنيه ونزل حاليا بيجيب 15000 جنيه. واللي بيميز الموبايل ده طبعا البطاريه بتاعته ل 7000 ملي امبير اور وسرعه الشحن بتاعته ل 80 واط. فيعني حرفيا انت مع الموبايل ده تقدر تستخدمه يومين مرتاح. الديزاين بتاعه مريح للعين ومتين، الحمايه بتاعته قويه ده بفضل شات الحمايه الاي بي 68 و69، والشاشه اموليد صغيره نسبيا ومقاومه للكسر، وبتوصل معاك لل 120 هرتز وهي اصلا فول اتش دي بلس، والسطوع بتاعها بيوصل ل 1400 نتس. وطبعا من ضمن مميزات الموبايل ده ان شبكاته قويه. عيوبه ان المعالج بتاعه ضعيف نسبيا مقارنه بسعره ومقارنه بالفئه السعريه عموما اللي هو فيه، واللي هو الدايمنس 6300. فلو كان جيبه معالج اقوى من كده كنت تاخد حرفيا موبايل مثالي. اما بالنسبه للكاميرات فبرضه هي عاديه جدا، مش بتصور لك 4K، والتصوير بتاعها مش افضل حاجه. لا، في موبايلات تانية في نفس الفئه السعريه دي بتصور لك افضل منه بكتير، بس انا رشحته علشان الناس اللي متعوده على اوبو متعوده على السوفت وير بتاعتها. فالموبايل ده من الاخر مناسب للناس اللي مش بتهتم بالالعاب ولا بتصور كتير وعايزه موبايل يستحمل كتير، لان الموبايل زي ما قلت لك جايب شهاده حمايه عاليه، هيكون بالنسبه لك اختيار منطقي لو انت مش فارق معاك كل اللي احنا اتكلمنا عنه. عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 15000 جنيه، والنسخه ضمان محلي ما عليهاش اي ضرايب. اما لما نروح لتاني شركه معانا فهنلاقيها شركه شاومي، وطبعا برضو ما فيهاش غير موبايل واحد وهو الريدمي نوت 14 4G. واول حاجه تحس بيها هنا وهو ان شاشته اموليد ومحترمه جدا، السطوع بتاعه بيوصل ل 1800 نتس، يعني استخدامك مع الموبايل ده تحت اشعه الشمس هيكون ما فيهوش اي مشاكل. وبالنسبه للمعالج فجايب لي جي 99 الترا، مش وحش، مش للناس اللي بتلعب كتير، بس للمهام اليوميه او العاب زي ببجي او انك بتلعب العاب مش تقيله، وحتى لو الالعاب تقيله فاخلي الجرافيكس والفريمات بتاعتها في المتوسط منه علشان تاخد افضل اداء. فهو عموما معالج كويس مش وحش، بس ممكن تسترخمه او تحس انه مش افضل حاجه معاك بسبب الواجهه بتاعت شاومي الثقيله. والبطاريه بتاعته 5500 ملي امبير وتدعم سرعه شحن 33 واط، فده تخلي الموبايل يعيش معاك اليوم مستريح. اما بالنسبه للكاميرا فالكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، بتطلع صور حلوه في الاضاءه كويسه، غير كده ما انصحكش انك تصور في الاضاءه ضعيف. وبالنسبه للسماعات فسماعات الموبايل ده ستيريو، بس عشان نكون واقعيين اكتر مقارنه بسعر الموبايل ده فانت ما عندكش NFC ولا عندك تصوير 4K، ومستشعر المكالمات موجود سوفت وير، ومفيش كاميرا الترا وايد لو انت من محب التصوير الواسع. وعندك منه 3 نسخ، هنصحك بالنسخه الاخيره. فخلينا نشوف الاسعار. اول نسخه ال 128 مع 6 رام ودي بسعر 9000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 9200 جنيه، والنسخه الثانيه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 10000 جنيه. ودي اللي انصحك بيها علشان الموبايل ياخد راحته معاك، بالذات مع سوفت وير شاومي ما تحسش ان الموبايل تقيل معاك. والثلاث نسخ ضمان محلي زيرو ضريبه. وبعد كده خلينا ننتقل لثالث شركه معانا وهي شركه ريلمي. ومن شركه ريلمي هرشح لك هنا موبايل واحد برضه هو الريلمي 15T. من الاخر في الموبايل ده هقول لك ان ريلمي داخله تلعب على البطاريه والكاميرا السيلفي، بس خلينا ناخدهم واحده واحده كده. انت عندك الشاشه هنا اموليد، السطوع بتاعها 1400 نتس، شكلها حلو جدا وبكواليتي عاليه فول اتش دي بلس، وبتوصل معاك ل 120 هرتز، والسطوع بتاعها 4000 نتس بس فعليا يعني بيوصل ل 1400 نتس، فهتاخد شاشه خطيره ما فيهاش نقاش. اما بالنسبه للديزاين فهو كده كده منجوش من الايفون حرفيا، وكخامات فهو كويس، تعتبر كلها من البلاستيك، وجاي مقاوم للميه والغبار بشهاده الاي بي 68 و69، بيستحمل معاك لحد 2.5 متر ميه لمده نص ساعه. والمعالج اللي هنا اقوى شويه من المعالج اللي شفناه في اوبو، بس الفرق ملحوظ مش كبير يعني، وهو الدايمنسي 6400 ماكس جاي بعمليه 6 نانو، فهو يعتبر المعالج مش اقوى حاجه، بس هيمشي معاك الدنيا وهيديك اداء كويس مقارنه بالفئه السعريه بتاعته. والبطاريه هنا 6550 ملي امبير اور، تدعم سرعه شحن 45 واط. ولما نروح للكاميرات فنبدا على طول بالكاميرا السيلفي واللي جايب 50 ميجا بكسل، ودي تعتبر من احسن الكاميرات السيلفي اللي ممكن تشوفها في الفئه السعريه دي. لكن لما نرجع للكاميرات الخلفيه فهتلاقي الكاميرا الخلفيه الاساسيه 50 ميجا بكسل، ومعها كاميرا ثانيه 2 ميجا بكسل ودي الخاصه بالبورتريه، والاثنين ما انصحش بيهم خالص، ولو هتصور خليك في الاضاءه القويه، ده غير ان الموبايل ما بيدعمش تصوير 4K، وبجانب ده كله انت ما عندكش تثبيت OIS ولا في الكاميرات الخلفيه ولا في الكاميرا الاماميه. وخلينا نرجع لسعر الريلمي 15T، وهنلاقي هنا منه النسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 14600 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 12 رام ودي بسعر 16600 جنيه، والنسختين ضمان محلي. وخلينا بعد كده نروح لرابع شركه معانا واللي فيها موبايلات كتير وهي شركه سامسونج. هنبدا مبدئيا كده بسم الله بسامسونج
سامسونج A17. وده هقول لك في البدايه، بما انك انت داخل تشتري موبايلات من سعر 10 15000 جنيه، فحاول تتجنب A17 لان في افضل منه وبسعره قريب منه. ففي A17 عندك نفس المعالج اللي كان موجود معانا في A16، كل المميز فيه ان شاشته كويسه، وما نكرش ان المعالج بتاعه برضه كويس، بس في الفئه اللي هي من 8 ل 10000 جنيه، لكن بسعر اعلى من كده فلا، في اختيارات تانية افضل. وده اللي خلانا على طول نروح للسامسونج A26، وهبدأ لك على طول بمميزاته الكتير. اولا انت عندك شاشه سوبر اموليد، المعالج بتاعه اكزينوس 1380، معالج قوي وبيصور 4K وجاي مقاوم للميه بشهاده الاي بي 67، وبيدعم لك تحديثات لمده 6 سنين. فده من الاخر الخلاصه بتاعت الاي 26. عيوبه ان الحواف بتاعته كبيره، النوتش بتاعه القديم لسه موجود معانا، وما فيهوش شاحن في العلبه، والسماعات بتاعته مونو. لكن كباقي مواصفات على السريع فانت عندك NFC، عندك مايك التاني لعزل الدوشه، وكل المستشعرات اللي انت عايزها موجوده زي التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب، بس التسارع والقرب هنا جايين سوفت وير. والبطاريه بتاعته 5000 ملي امبير، سرعه شحن 25 واط، مش اسرع حاجه بالنسبه لدخولنا على 2026، لكن تمام هنمشي بها الدنيا. ما تنساش تعمل حسابك في مبلغ جانبي علشان تشتري باقي مكملات الموبايل زي راس الشاحن والسكرين والجراب. المهم انت عندك هنا منه النسختين، النسخه ال 128 مع 6 رام ودي بسعر 11400 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 13400 جنيه، والنسختين ضمان محلي. وخلينا نروح على طول لثالث موبايل معانا من سامسونج، وهو اكيد الاي 36، وده يعتبر الافضل بلا منازع في فئه ال 10 15000 جنيه، وده لانه جايب معالج سناب دراجون 6 جين 3، اداؤه في الالعاب ممتاز وفي الاستخدام اليومي، اذا كنت بقى بتتصفح كتير او مستخدمه كشغل فمش هتشوف معاه مشاكل. كمان يعتبر افضل كاميرات في الفئه السعريه بتاعته. العيب الوحيد انك ممكن لو انت حابب تشتري نسخه ال 256 ما تلاقيهاش، المتوفر اكتر حاليا ال 128 مع 8 رام. بس برضه خلينا اقول لك مواصفاتها على السريع. اولا انت من حيث الشاشه فانت واخد كده شاشه ما فيهاش نقاش، سوبر اموليد 6.7 انش، فول اتش دي بلس، وكمان بتوصل معاك لل 120 هرتز، وكمان عليها حمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس بلس، بتدعم لك الاولويز اون ديسبلاي، والسطوع بتاعها بيوصل ل 1200 نتس فعليا، فهتشوف شاشه الموبايل ده كويس جدا تحت اشعه الشمس. وفي مايك لعزل الدوشه، والسماعات بتاعته ستيريو، بس عندك مستشعر التسارع والقرب سوفت وير، والبوصله والجيروسكوب دول هاردوير. وعندنا تطور ملحوظ في سرعه الشحن، لان البطاريه هنا 5000 ملي امبير اور، بتدعم سرعه الشحن 45 واط، في تطور 20 واط يعني مش وحش. والعيب المتكرر معانا هنا انك ما عندكش راس شاحن ولا الجراب ولا السكرين موجودين في العلبه، فهتعمل حسابك على مبلغ زياده علشان تشتري المكملات دي. المهم عندك نسختين منه، النسخه المتوفره منها كتير زي ما قلت لك ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 14500 جنيه، والنسخه ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 16200 جنيه لو لقيتها، والنسختين ضمان محلي ما عليهمش اي ضرائب. خامس شركه معانا وهي شركه اونر، واول موبايل معانا منها هنا وهو الاونر 400 لايت. التصميم بتاعه كويس لحد ما، والخامات بتاعته كلها من البلاستيك بس جايه مقاومه للصدمات، وجايه برضه مطارد لقطرات الميه الخفيفه بشهاده الاي بي 65، ده غير انه بيدعم زرار اضافي في الفريم علشان تتحكم في الكاميرا. المهم ان الشاشه عندك هنا جايه اموليد 6.7 انش، وبتدعم لك 120 هرتز، والسطوع بتاعها بيوصل ل 3500 نتس، وده بجانب ان الشاشه عليها برضه طبقه حمايه. اما من ناحيه المعالج فالمعالج هنا جاي من ميديا تك دايمنسيتي 7025 الترا، ولو انت واحد جيمر فالموبايل ده مش افضل حاجه في الالعاب، لكن كويس كاستخدام يومي. ومن ناحيه السماعات فعندك سماعه واحده مونو بس صوتها كويس مش وحش. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرتين، كاميرا 108 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل ودي الخاصه بالالترا وايد، وعندك كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. والعيب اللي انا مش عارفه ازاي لسه موجود لحد دلوقتي وهو ان الموبايلات اغلبها ما بتصورش 4K في الفئه السعريه دي، بجانب انك ما عندكش مثبت بصري اطلاقا. وعندك بقى NFC، مايك اضافي لعزل الدوشه، والمستشعرات اللي انت تحتاجها زي التسارع والقرب والبوصله، بس ما عندكش جيروسكوب. عشان كده قلت لك ان الموبايل ده مش الافضل في الالعاب حتى لو المعالج كان كويس اصلا. والبطاريه بتاعته 5230 ملي امبير وبتدعم سرعه شحن 35 واط. العلبه بتاعته طبعا كامله، مش هتحتاج انك تشتري اي حاجه اضافيه. عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 12000 جنيه، ودي ضمان محلي ما عليهاش اي ضريبه. اما لما نروح لتاني موبايل معانا من اونر ويعتبر البديل للاونر 400 لايت وهو الاونر اكس 9 سي، وده جاي بديزاين مختلف شويه عن كل الموبايلات اللي شفناها، والخامات بتاعته جايه من البلاستيك وجايه جلد في النسخه البرتقالي، وجايه مقاوم لقطرات الميه بشهاده الاي بي 65 ام مع مقاومه للسقوط بتوصل معاك ل 2 متر، ودي بشهاده من شركه الاس جي اس. اما من ناحيه الشاشه فالشاشه هنا كيرف شويه وجايه اموليد 6.7 او 6.8 انش وبكواليتي ال 1.5K، وبتدعم معاك لحد مليار لون، يعني حرفيا هتاخد الوان ممتازه منها، وبتوصل معاك لل 120 هرتز. وبالنسبه للمعالج فهو جاي من كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1، وده جايب معماريه 4 نانو، فالمعالج هنا هيقدم لك تجربه كويسه جدا اذا كان في الاداء او الاستخدام اليومي او حتى في الالعاب. مش هقول لك التقيله، لا، الالعاب اللي انت تلعبها على اعدادات متوسطه تخليك تلعب اللعبه
مرتاح ما تهنكش منك. وعندك بقى كاميرتين في الكاميرات الخلفيه، كاميرا 108 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل ودي الخاصه بالكاميرا الالترا وايد. وعندك مثبت بصري OIS فدي حاجه برضو تحسب من ضمن ميزات الموبايل. اما الكاميرا الاماميه فدي 16 ميجا بكسل مش هتاخد منها تفاصيل كتير بصراحه. اللي بيميز الموبايل اكتر هنا وهي البطاريه دي جايب سعه 6600 ملي امبير اور، بتدعم سرعه شحن 66 واط، وكمان تقدر تشحن بها اي موبايلات تاني من خلال دعمه للشحن العكسي. عندك المستشعرات بتاعته موجوده، تسارع والقرب بس دول سوفت وير، لكن عندك الجيروسكوب والبوصله هاردوير. ومن ناحيه باقي المواصفات فانت عندك NFC وعندك مايك العزل الدوشه والسماعات بتاعته ستيريو وهتديك تجربه صوت كويسه. وطبعا العلبه بتاعته متكامله، وعندك هنا منه النسخه واحده 256 مع 12 رام ودي بسعر 15000 جنيه، والنسخه دي ضمان محلي ما عليهاش اي ضرايب. اما لما ندخل للشركه اللي قبل الاخيره معانا وهي شركه انفينكس، وهنا انفينكس دايما مشكلتها مش في المواصفات، انفينكس مشكلتها التجربه الفعليه. والموبايل الاول اللي معانا منها هو الهوت 60 برو بلس. اول ما تمسك الموبايل ده هتلاقيه خفيف معاك، رفيع، السمكه بتاعته مش كبيره، وشكله اغلى من سعره بصراحه. ومن ناحيه الشاشه هنا فمن احسن الشاشات اللي موجوده في الفئه السعريه دي، تاخد الوان وبرايتنس محترم، والمعالج بتاعه هيليو جي 100 هتاخد اداء يومي محترم، سوشيال ميديا بقى او حتى العاب متوسطه فهتلاقيه ماشي معاك الدنيا. ومن ناحيه الالعاب الثقيله برضه فهقول لك تمام بس ما تضغطش عليه. وبالنسبه للكاميرات فهو بيقدم لك كاميرات كويسه في الفئه بتاعته، مش احسن حاجه لان الموبايل اصلا سعره مش غالي شويه في الفئه دي، لا هو يعتبر ب 10000 جنيه، فكويس ان هو بيقدم لك الكوليكشن ده كله بالسعر بتاعه. البورتري بتاعه ضعيف مش افضل حاجه، هتلاقي فيه غلطات في البورتري دايما، والسماعات بتاعته ستيريو بس الصوت بتاع الموبايل عموما واطي شويه. فمن الاخر الهوت 60 برو بلس ده مناسب للناس اللي عايزه شكل وعايزه كمان شاشه كيرف شويه ومش مهتمين بالتصوير نوعا ما. وعندك من الهوت 60 برو بلس هنا نسخه واحده وهي 256 مع 8 رام ودي بسعر 10600 جنيه ودي نسخه ضمان محلي ما عليهاش اي ضرايب. اما تاني موبايل معانا من انفينكس هو النوت 50 اس. هنا بقى انت بتاخد معالج اقوى، اداء في الالعاب احسن بفرق واضح، والشاشه بتاعته استجابتها اعلى وتجربه مشاهده احسن بكتير، وده بفضل انها اموليد 6.7 انش بتوصل معاك لل 144 هرتز، والسطوع بتاعها بيوصل ل 1300 نتس، وعليها طبقه حمايه من كورنينج وجوريلا جلاس 5. ايوه خامته من البلاستيك بس ومقاوم من الغبار والميه بشهاده الاي بي 64، مش حمايه قويه في الفئه السعريه بتاعته زي ما اتكلمنا عن اغلب الموبايلات، لكن اهم ماشيه معاك الدنيا لو انت بتحافظ على الموبايل بتاعك كويس. من ناحيه الكاميرات فانت عندك الكاميرات الخلفيه كاميرتين، كاميرا 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الماكرو، والكاميرا السيلفي دي 13 ميجا بكسل، وعندك تصوير الفيديو هنا بيوصل لل 4K فدي حاجه تحسب للانفينكس طبعا. والبطاريه بتاعته 5200 ملي امبير اور وبتدعم سرعه شحن 45 واط، وبتدعم برضه الشحن العكسي بقوه 10 واط. من ناحيه باقي المواصفات على السريع فالانفينكس نوت 50 اس بيدعم لك NFC والاي ار بلاستر، وفي مايك العزل الدوشه، والسماعات بتاعته ستيريو. المستشعرات كلها اللي انت عايزها هتلاقيها موجوده، تسارع قرب وبوصله جيروسكوب كل ده تمام، بس ما بيدعمش تركيب كارت ميموري علشان يكون عندك علم بالمعلومات دي. وطبعا كل مكملاته هتلاقيها موجوده معاك في العلبه، وعندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام ودي بسعر 11700 جنيه ودي نسخه ضمان محلي ما عليهاش اي ضرايب. اما اخر شركه معانا وهي شركه فيفو، وهنا انا مش هقدم لك هنا منها غير موبايل واحد هو الفيفو V50 لايت 5G، وبالمناسبه الموبايل ده سعره مناسب جدا بالنسبه للمواصفات، فكمل معاك كده الموبايل ده علشان احتمال كبير يكون ده هو موبايلك اصلا لو انت من محبي فيفو يعني مؤخرا. اولا هو مبدئيا كده هتكلم لك عن الكاميرات، الكاميرا اللي جاي 50 ميجا بكسل الخلفيه طبعا، واللي جايب مستشعر من سوني تاخد منها الوان طبيعيه ومعالجه ثابته، واحسن موبايل تصوير في الفئه بتاعته ده بجانب طبعا الاي 36 اللي اتكلمنا عنه خصوصا في البورتريه بتاعه وكمان الفيديوهات، وده من ناحيه الكاميرات. اما من ناحيه الديزاين فالديزاين يعتبر المعتاد اللي احنا متعودين عليه من اغلب الموبايلات، وعندك كده الفلاش اللي تحت الكاميرات ده مساعد ليك للكاميرات اللي احنا لسه متكلمين عنها، والخامات بتاعته جايه من البلاستيك من الكامل، وجايه مقاوم للميه والغبار بشهاده الاي بي 65، وجايه مقاوم للصدمات والكسر بشهاده معتمده من الاس جي اس. اما من ناحيه الشاشه فعندك شاشه اموليد هنا 6.7 انش فول اتش دي بلس، والسطوع بتاعها بيوصل فعليا 1300 نتس فهتشوفه كويس جدا تحت شاشه الشمس المباشره. وبالنسبه للمعالج فالمعالج من ميديا تك دايمنسيتي 6300 وبمعماريه 6 نانو، هتلاقيه كويس معاك في الاستخدام اليومي لكن مش الافضل في الالعاب الثقيله، خلينا نكون صريحين يعني. والبطاريه بتاعته هنا 6500 ملي امبير اور، بتدعم لك سرعه شحن 90 واط وبتدعم لك شحن عكسي 6 واط، فمن حيث البطاريه فالموبايل هيعيش معاك يومين او اليوم ونص مرتاح. وبدعم لك بقى NFC، وعندك مايك العزل دوشه، وكل المستشعرات اللي انت عايزها هتلاقيها موجوده، والسماعات بتاعته ستيريو واعلى من اللزوم بتوصل معاك ل 400%، وعلبته طبعا كالعاده متكامله، وعندك هنا من نسخه واحده 256 مع 12 رام ودي بسعر 13000 جنيه. فخلينا دلوقتي بعد ما قلت لك كل الشركات اقول لك على الخلاصه واللي بسببها هتحدد الشركه وكمان الموبايل المناسب ليك. اولا لو انت اولوياتك بطاريه تعيش معاك يومين، شحن سريع، شبكه قويه وخدمه محترمه، فارشح لك هنا اوبو A6 برو. هو ايوه موبايل مش للالعاب ولا التصوير لان زي ما قلت لك هو موبايل يعيش معاك ويستحمل. اما لو انت معاك 10000 جنيه وعايز شاشه اموليد وصوت ستيريو وكاميرات قويه على السعر بتاعه، فارشح لك هنا الريدمي نوت 14 وده يعتبر افضل قيمه مقابل سعر في الفئه السعريه بتاعته ال 10000 جنيه، بس ده طبعا من غير NFC ولا 4K لو انت حابب تصور فيديو. ولو هدفك سيلفي وعايز بطاريه كبيره
كبيره ومش فارق معاك اقوى اداء، فروح هنا على طول للريلمي 15 تي. ومن ناحيه سامسونج فبقول لك اتجنب A17 في الفئه السعريه دي وخليك مركز على A26 او A36. فA26 بيركز لك من ناحيه التوازن في الاداء وفي الشاشه، اما A36 فده افضل موبايل شامل في الفئه دي كلها من ناحيه الاداء والكاميرات والاستقرار، بجانب ان اي موبايل من سامسونج اصلا بتاخد عليه مده تحديثات كبيره. اما لو انت عايز حاجه من اونر فروح على طول للاونر 400 لايت، بس خلي بالك انا قلت لك ان الموبايل ده مش للجيمر بس مريح جدا في الاستخدام اليومي، ده لو انت مش بتلعب يعني. اما من ناحيه انفينكس فلو ميزانيتك محدوده وعايز اقصى مواصفات فروح للهوت 6 برو بلس، هيديك يعني ديزاين كويس وشاشه حلوه ب 10000 جنيه، او برضه روح للنوت 50 اس فده افضل انفينكس للالعاب او التصوير 4K، بس هتلاحظ شويه سخونه معاه. اما لو انت اولوياتك بقى تصوير وبطاريه وشحن سريع فهنا هرشح لك على طول فيفو في 50 لايت 5G، وده لانك هتاخد منه افضل كاميرا وبطاريه في الفئه السعريه بتاعته، برضه يعتبر مش موبايل للجيمنج. فكرأي شخصي انا في الاخر تشتري ايه في الفئه السعريه دي كلها من الاخر، فلا هقول لك على طول روح للسامسونج A36. تحت على طول بقى لو انت مش حابب A36 فاقول لك روح للفيفو في 50 لايت. اما لو انت هدفك العاب اكتر من الاخر فروح للنوت 50 اس الانفينكس، ولو انت ميزانيتك مش عايز تعليها من 10000 جنيه فروح للريدمي نوت 14 او الهوت 60 برو بلس. فمن الاخر هو ما فيش موبايل متكامل، في موبايل مناسب لمين ومش مناسب لمين. فمن الاخر لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تقول رايك تحت في الكومنتات، وعرفني انت ميزانيتك كام وارشح لك الموبايل المناسب ليك. واخيرا طبعا ما تنساش اللايك بتاعك والسبسكرايب علشان ده بيدينا حماس اكتر ان انا اعمل فيديوهات اكتر الفتره الجايه، وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيحات الجايه. سلام.